السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. في الفيديو السابق اللي هبطته في قناة مطبخ سيا كنا عملنا خبز كوشة. اليوم نعاودو يعني هنعمل نصف الكمية، نصف المقادير. هنعملو القهوة. لهنايا واش عندنا 3 كيسان تاع فارينة اللي هم مرطل. عندنا مغرف تاع خميرة الخبز. لهنايا كي حنعملو القهوة حنزيدو السكر. هنايا حطيت 3 مغارف تاع سكر، هي نورمالمون تكون مغرف واحدة اذا حتستعملوه للاكل. وهنا عندنا الملح حسب الرغبة. نخلطوا المكونات تاعنا كما شفنا يعني في الفيديو السابق. مكونات الجافة نخلطوها مع بعضها. لهنايا حنضيف الزيت. لهنايا عندي 5 مغارف تاع زيت. وايضا عندي كاس ونص تاع ماء يكون دافي. نصبوا الماء تاعنا. لهنايا نحركو كيما عارفين. اول حاجه نخلطوا بالطريقه هذه حتى يعني تمتزج المكونات الجافه والسائله. الان بعد ما امتزجت المكونات نبداو بطريقه الخلط. العجين نهزوها كيما هكا من تحت للفوق ونخلطو بالطريقه هذه. انا حنقص باه ما يكونش يعني الفيديو طويل. نعملوها قلت لمده 10 دقائق حتى ربع ساعه، ونرجع نكملو نشوفو مع بعضنا كيفاه. في الاثناء هذه انا الفرن حطيته يسخن درجه حراره فوق المتوسط. الطبق اللي حنخدم فيه يعني اللي حنطيب فيه عملته بالزبده والفارينه. نكمل نعمل العجينه تاعنا ومن بعد كنرجع ان شاء الله نشوفوها كيفاه. هنايا بعد ما فات 10 دقائق كما قلنا نخلطوها بالطريقه هذه حتى نتعمل لنا الفقاعات هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم. كما قاعدين تشوفوا. هنايا نبدا نهبط في العجين هدايا ونخليها ترتاح مده 20 دقيقه. كما قاعدين تشوفوا. هنايا نغلق عليها ونخليها ترتاح مده 20 دقيقه ومن بعد كنشوفوا مع بعضنا كيف ما حنكملوا. هنايا بعد ما فاتت 20 دقيقه على العجينه تاعنا يعني شوفوا كيف ما خمرت. وبما انها يعني نوعا ما سائله لهنا واش هنعمل حنستعين بالزيت باه نخرجها. نعمل ايدي بالزيت ونحطها في الطبق. نشوف الشكل يعني تاع العجينه تاعنا كيفما. من بعد ما فرختها في الطبق ديما نستعين كيما هكا بالزيت ونبدا نسوي لها في السطح نتاعها.
يعني غادي نشوفوا في الفقاعات تجينا يعني فراغلة وخفيفة. لهنا بعد ما سويت السطح نتاعها هنا نعملوا لها القهوه، وهي ما نخليوهاش تخمر، يعني قبل ما تخمر نعملوا لها القهوه على الوجه نتاعها. يحب يزين بالسينوج ولا بالجرجلانيه بعد ما نعملوها كيما هكا ونزينوها نخليوها ترتاح مدة 4 ساعات، ومن بعد كنحطوها يعني طيب. اللي حابه تعمل البيض تعمل، يعني حنا عملناها كوصفه اقتصاديه كما شفتوا الفيديو السابق، بدون بيض وبدون حليب. من بعد كنكملو انايا حنعملها بالسينوج. نخليها تخمر مدة كما قلنا 4 ساعات، ومن بعد كنطيبوها، ومن بعد نشوف من غدا ان شاء الله كيف ما هنكملو. الخبز تاعنا دوكا ونخرج من الكوشه، يعني راهو سخون. تحبي تحطي له من الفوق العسل ولا المعجون. انا هنا عندي الناباج راح نعمل له، لازم وهو سخون. كما قاعدين تشوفوا، ونخلي الخبزه تاعنا تبرد، نغطاها ونخليوها تبرد، ومن بعد باه نقصوها. النتيجة يعني شفتوها في الفيديو السابق كيف ما جانا بعد ما قصيناه. لهنا حبيت نعاودها برك هدية تكون حلوة، يعني تنجموا تشربوا بها قهوة الصباح ولا قهوة العشية. نغطاها ونخليها تبرد، ومن بعد ان شاء الله نشوفوها كيف ما هذه الخبزه تاعنا. بعد ما بردت انا ما خليتهاش بردت يعني بعد 5 دقائق برك قلبتها. هي من المستحسن تخليوها تبرد مليح، يعني راهي مازالت سخونه. هنا كما قاعدين تشوفوا يعني جاتنا عاليه وجات فارغه من الداخل. كما قلت راهي مازالت سخونه، شوفوا الفراغات تاعها هنا من الداخل. مجرد اننا نضغطو تعاود ترجع كما كانت. اذا كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. يعني وصفه سهله، مقادير بسيطه، حوايج سهله، طريقه ايضا سهله. تفرحي العائله تاعك، توجدها قهوه الصباح ولا قهوه العصر. ما بقى لي نقول لكم غير في امان الله وحده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.